قراءة القرآن في رمضان له في الواقع ميزات. اسمعوا لكلام رسول الله في هذه الخطبة اللي خطبها في آخر جمعة من شهر شعبان. هكذا قال: ومن تلا يعني قرأ، ومن تلا فيه يعني في القرآن آية من القرآن كان، ومن تلا فيه يعني في شهر رمضان آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم، شوف آية واحدة، كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. ميزة رمضان وضيافة رمضان ومائدة رمضان وكرامة رمضان أنه أنت آية واحدة تقرأها من كتاب الله العزيز كأنما ختمت القرآن كله. يلا شباب الآن أنتوا امشوا اقروا قل هو الله أحد حافظيها، أو اقروا مثلا سورة الحمد حافظيها. كل ما تقرأ سورة الحمد كم آية فيها؟ سورة قل هو الله كم آية فيها؟ بعدد آيات هذه السور القصار اللي أنت تقراها كأنما ختمت القرآن كله. 7 آيات 7 مرات أنت ختمت القرآن، 10 آيات 10 مرات ختمت القرآن.